مساء الخير عزيزي طالب سنة تانية إعدادي 2026. معاك أندرو مجدي ذا تيتشر أوف ساينس. النهاردة بإذن ربنا هنراجع مراجعة الساينس لامتحان شهر أكتوبر. امتحان الشهر مهم جدا، عليه تقريبا 15% من أعمال السنة. امتحان طبعا محتاج تذاكر له كويس، تكون حافظ تعريفاتك، حافظ الريزونز، حافظ الوات هابنز، حافظ المقارنات. للأمانة لازم تكون حافظ. يلا بينا نركب السفينة، هنراجع حبة مع بعضينا. حلو والله اللي أنا بقوله ده. يلا بس عشان ما تزهقش مني بسرعة. بسم الله. أولا everything has mass and volume، ده تعريف المادة. أي حاجة عندها mass وفوليوم. رقم اتنين، إيه هي الستيت اوف ماتر؟ عندها definite shape and definite volume، طبعا ده السوليد. رقم تلاتة، ايه الستيت اوف ماتر؟ عندها الابيليتي تو سبريد اند compressed، يعني بتضغط وبتنتشر، طبعا ده الجاس. رقم أربعة، the state of matter that has fixed volume and vary in shape، يعني فوليومها ثابت و vary in shape، مختلفة في الأشكال بس حجمها ثابت، ده طبعا الليكويد. خمسة، ايه هي الثيوري that explain the behavior of properties of matter؟ طبعا دي البارتيكل ثيوري اوف ماتر. سؤال 6 ده سؤال مهم على فكرة. البارتيكل ثيوري اوف ماتر لازم تكون حافظها. اللي بعده 6، the movement of particles of matter in fluids is random in all direction، طبعا ده البراونيان موشن. ما تلاقي randomly directions يعني حركات عشوائية، يبقى ده البراونيان موشن. سؤال 7، a state of matter when the gas is ionized، خلاص ده خلاص تعريف البلازما، طالما gas ionized يبقى بلازما. يبقى سؤال 8، طالما ionized gas يبقى بلازما. سؤال 7 ولا ايه؟ انا اسف. تعال بس نطلع له فوق كده. ارجوك اطبع البي دي اف، انا كده كده هسيبه لك في لينك على اليوتيوب، فاطبعه وحل معايا وركز معايا وذاكر معايا. لو ما كنتش طبعت وقف الفيديو وانزل اطبعه وتعالى. 8، the change of matter from solid to gas directly، عشان احول من solid لجاز directly بعمل عمليه اسمها sublimation. 9، the change of matter from gas into solid، عشان احول من جاز لسوليد دايركتلي، برضو ده تعريف الديبوزيشن. 10، ايه هي الكافي that dissolve in water faster؟ القهوه اللي بتدوب بسرعه هي اسمها القهوه سريعه الذوبان، اللي هي هتقولي نسكافيه ولا غلط؟ اسمها انستنت كافي. النسكافيه ده يا فندم هو ماركه زي اي ماركه، يعني مثلا زي علي كافيه، زي شاهين كافيه، ايا يكن. المهم انك تقول لي ان هي الانستنت كافي، القهوه سريعه الذوبان. يبقى سؤال 10، ايه هي الكافي ذات dissolve in water faster than regular coffee؟ اسمها انستنت كافي، اللي هي القهوه سريعه الذوبان. 11، ايه هي البوت؟ الحله اللي كوك فود فاستر، لان هي بتعمل تراب للستيم. طبعا ايه الحله اللي بتطبخ الاكل بسرعه؟ اسمها البريشر بوت، حله الضغط. 12، ايه هي التمبريتشر ات ويتش الماتر تشينج فروم سوليد تو ليكويد؟ طبعا من سوليد ليكويد ده الميلتنج بوينت. 12 الميلتنج بوينت. سؤال 13، the transformation of matter from solid state to liquid state، طبعا دي الميلتنج بروسيس. سؤال 14، the transformation of matter from gas state to liquid،
by lowering temperature. طبعا من جاز لليكويد ده تعريف الكوندنسيشن. كوندنسيشن. اللي بعده the amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of matter. طبعا ده السبيسيفيك هيت، ده تعريف مهم جدا ده على فكره. A system in which there is no exchange of energy and matter. مين هو اللي ما بيعملش exchange للانرجي ولا الماتر؟ تقول لك closed system. سوري، no exchange للانرجي والماتر الايزوليتد. سرحت. ايزوليتد. مفيش exchange للانرجي ولا الماتر، ده ايزوليتد. انت صح، انا عارف انك هنكت لما قلت لك closed. ايزوليتد. الايزوليتد المعزول. مين هو الليكويد اللي يوزد ان كولينج عشان عنده هاي سبيسيفيك هيت؟ طبعا الووتر. 18 any part of universe that is subjected to study and observation. مين اي جزء في الكوكب معرض للستدي observation؟ تعريف السيستم طبعا. سيستم. It is considered a measure of average kinetic energy of particles. طبعا ده تعريف التمبريتشر وانت مغمض عينك. واللي يسخن اكتر يتحرك اكتر. 20 a system there is an exchange of matter and energy. طبعا ده مين الاوبن سيستم. 21 مين هو السيستم اللي بيعمل اكستشينج الانرجي without matter؟ ده الكلوزد سيستم. كلوزد سيستم. اللي بعده كومبليت. ثم يا ابويا نخش على الكومبليت. بيقول لك مين هي السبستانس. يا ريتنا ما دخلنا على الكومبليت. مين هي السبستانس that can substances can be classified according to physical state to not common states. مين هما الكومن ستيتس بتوعك؟ 3 solid liquid gas that are solid and liquid and gas. 2 fluids are substances are in a نقط or نقط. طبعا الفلويدز زي مين ومين؟ زي الليكويد والجاس. 3 matter is compressed. الماتر اللي بيتضغط هتقول لي هو الجاس. to reduce عشان اقلل الفوليوم او اقلل الانتر بارتيكل سبيسز، بقلل الفراغات الداخليه فاقلل حجمه. 4 the forces of attraction between particles of liquid matter are الاتراكشن فورس relatively weak او intermediate متوسطه. طبعا عايز تقول relatively weak مفيش مشكله. and the interparticle distance are intermediate او relatively large متوسطه برضو. هي intermediate الاجابه دايما الاصح. وكلمه relatively معناها نسبيا، يعني نص نص، ما هياش برضو معناها عالي او واطي، ما تفهمش الموضوع غلط. كلمه relatively low او كلمه relatively high الاثنين معناهم متوسط. 5 there is a fourth state of matter اسمها بلازما and it is found in the outer space. زي مين؟ زي الستارز والصن. 6 البلازما is used in air conditioners في التكييفات to purify air بينقي الهواء by breaking down pollutant and germ بقتل الجراثيم والميكروبات. breaking down pollutant and germ. 7 بيقول لك مين reverse deposition؟ طبعا مين عكس الديبوزيشن؟ سهله جدا، البريسبتيشن. السبليميشن.
سؤال رقم 7 دي 10. سبليميشن مالك. سؤال 7 مين ريفرس عكس الديبوزيشن؟ طبعا العكس الديبوزيشن السبليميشن. سؤال 8 the force of attraction between particles of solid are very strong. كبيره جدا، الاتراكشن فورس كبيره جدا، والانتر بارتيكل سبيسز ار فيري سمول، صغيره جدا. 9 the state of matter vary. يعني ايه vary؟ تختلف depending on. طبعا حالات الماده بتختلف على المسافات اللي جوه، على حسب الانتر بارتيكل سبيسز، على حسب الانتر بارتيكل سبيسز، على حسب المسافات ما بينهم. طبعا تقدر تكتب لي على حسب المسافات وعلى حسب الاتراكشن فورس، الاثنين صح. على حسب الانتر بارتيكل سبيسز وعلى حسب الانتر بارتيكل فورسز. اللي بعده سؤال 10 substance change from one state to another by gaining or losing heat. gain or lose heat، يخسر او يكسب حراره. 11 at normal atmospheric pressure the melting point of snow is 0 degree Celsius. التلج بيسيح عند 0 degree Celsius and the boiling point ب 100 degree Celsius. سؤال 12 the greatest kinetic energy، أكبر kinetic energy هتقولي في الجاز، and the least kinetic energy هتقولي فين؟ في السوليد، أقل kinetic energy في السوليد. سؤال 13 the interparticle distances are large، كبيرة جدا فين؟ برضو في الجاز. due to not between particles. ليه بقى؟ ليه الديستانس كبيرة؟ due to weak attraction force between particles. weak attraction force between particles. weak attraction force between particles. نتيجة ضعف الاتراكشن فورس between particles، يبقى الديستانسز كبيرة جدا عشان الاتراكشن فورس ضعيفة جدا. السؤال اللي بعده يقول لك from the factors affecting الميلتنج والبويلنج. مين بيأثر على الميلتنج والبويلنج؟ طبعا هتقول البيوريتي والاتموسفيريك بريشر، النقاء بتاع الماده والاتموسفيريك بريشر. سؤال 14 البيوريتي اوف سبستانس والاتموسفيريك بريشر. سؤال 15 the speed of drying clothes can be increased by. سرعه تنشيف الغسيل بتزيد بكذا حاجه، تعالى نكتبها. اولا increase the temperature، تاني حاجه increase السيرفيس اريا اوف كلوزز، بزود مساحه الهدوم. 3 بزود التمبريتشر، بزود الاريا، بزود الاير كارنت، انكريس الاير كارنت. خش على سؤال رقم 16. سؤال 16 بيقول لك the pure water boils at temperature كام؟ البيور ووتر بتغلي عند درجة حرارة كام؟ طبعا بتغلي عند 100 ديجري سيلسيوس and as atmospheric pressure increase. كل ما الضغط يزيد كل ما البويلينج بوينت بتزيد هي كمان increase. اما الفريزنج بوينت تقول لي الديكريز بيلو زيرو، بتقل تحت الصفر. يبقى كل ما الضغط بيزيد كل ما الضغط بيزيد كل ما درجة الغليان بتزيد بعد 100، وكل ما الفريزنج بوينت بتقل ديكريز بيلو زيرو، بتقل تحت الصفر. يبقى تاني عشان الخط يوضح اكتر وتذاكرها معايا عشان دي مهمة.
يبقى as atmospheric pressure increase، لو الضغط زاد ساعتها البويلنج بوينت اوف ووتر، البويلنج اوف ووتر increase هتزيد than 100، هتزيد فوق ال 100. طب والفريزنج بوينت هتقول لي الديكريز بيلو زيرو، تقل تحت الصفر. ديكريز بيلو وادي الزيرو ديجري سيلسيوس، بتقل تحت الزيرو ديجري سيلسيوس. اللي بعده 7 as we rise up، يعني وانت طالع لفوق the atmospheric pressure، طبعا الضغط بيقل decrease، وانت طالع لفوق الضغط بيقل، فالبويلنج بوينت اوف ووتر هي كمان بيكم لور، بتقل decrease than 100 او less than 100، اقل من 100. الضغط بص عشان تبقى عارفها، البريشر انكريس لو زاد يبقى البويلنج هي كمان انكريس. طب البريشر ديكريس لو قل يبقى البويلنج هي كمان ديكريس هتقل. بس اديني قلتها لك اهي مش تبقى عارفها. خش على الصفحه اللي وراها. يقول لك البريشر كوكر نقط ريت اوف كوكينج فود، يعني بتسرع السرعه. مع البريشر كوكر انكريز سبيد ريت اوف كوكينج فود، بتزود السرعه. انكريز بتزود السبيد ريت اوف فود. باي ترابنج بتحبس الستيم البخار او الفيبور. and increase pressure causing the water to boil at high temperature than a regular pot. 19 the نقط process is reverse نقط and the freezing is reverse نقط. طبعا الفريزنج ريفرس للميلتنج، يبقى سؤال 19 هتقول لي the evaporation reverse مين الكوندنسيشن. سؤال 20 as we go down the atmospheric pressure، كل ما بنزل لتحت الضغط decrease بيقل. as we go up انت طالع لفوق، as we go up انت طالع لفوق الاتموسفيريك بريشر الضغط decrease بيقل. يبقى وانت طالع لفوق الضغط بيقل، يبقى البويلنج بوينت اوف ووتر decreases than 100، بتقل عن 100. وانت طالع الضغط بيقل، وانت نازل الضغط بيزيد، وانت طالع الضغط بيقل، فالبويلنج بوينت بتقل. 21 not change in matter is not accompanied by formation of new substance. مين مش بيكون مادة جديدة؟ الفيزيكال تشينج. where not produce new substance، مين بينتج مادة جديدة؟ هتقولي الكيميكال تشينج. وسؤال 22 يقول لك the greatest kinetic energy is in في مين؟ في الجاس اكبر kinetic energy and the least kinetic energy اقل kinetic energy موجودة فين؟ في السوليد. 23 during نقط and نقط temperature remains constant، بتظل ثابته. طبعا هتقول لي يا اندرو مجدي بتفضل ثابته في الميلتنج وفي البويلنج. سؤال 24 مين السيستم اللي اكستشينج الانرجي بيبدل الانرجي والماتر؟ مين بيبدل انرجي وماتر؟ طبعا سهله، هو الاوبن سيستم. 25 بيقول لك مين doesn't exchange energy or matter؟ مين مش بيبدل ولا انرجي ولا ماتر؟ هتقول لي الايزوليتد سيستم. سؤال 26 بيقول لك مين اللي exchange energy but not matter؟ يبقى الكلوزد. 27 نقط is the sum of kinetic and the potential of particles. مين مجموع البوتنشال والكيناتيك؟ تقول لي طبعا الانترنال
energy. 28. مين represent ال degree of hotness and coldness؟ طبعا ده تعريف التمبريتشر. degree of hotness or coldness تعريف التمبريتشر الحرارة. 29. يقول لك a system is any part of universe محفوظة that is under study where a change in matter and energy is observed. تعريف محفوظ. 30. السيستمز 3 انواع، تقول لي مظبوط، قولهم. الاوبند، كلوزد، ايزوليتد. 31. change in نقط refer to transfer energy انتقال الطاقة from or to. طبعا ده تعريف مين؟ ده تعريف التمبريتشر الحرارة، هي اللي بتوضح لك الطاقة رايحة من ولا إلى from or to، يعني خسر ولا كسب. مين اللي بيخسر؟ العالي يدي الواطي، يبقى ده التمبريتشر. خش على الترو والفورس الصح والغلط، سهل وسريع. بيقول لك solid and liquid are fluids. طبعا السوليد والليكويدز مش فلويدز، المفروض تبقى جاس، بدل سوليد تبقى جاس. the ability of fluid to flow increase with increase the viscosity. اللزوجة طبعا غلط، المفروض اللزوجة تقل decrease، عشان يقدر يعمل فلو بسهولة، يقدر يمر بسهولة، لازم الفيسكوستي اللزوجة تقل مش تزيد. 3. the speed of diffusion increase. سرعة الانتشار بتزيد with increasing the temperature of diffusion. سرعة الانتشار بتزيد لو الحرارة زادت. طبعا الإجابة هتبقى صح. 4. the interparticle spaces of matter vary depending on the physical state. معتمدة على الفيزيكال ستيت. طبعا صح. ليه؟ لأن مرة لو هي بعيدة عن بعض قوي السبيسز يبقى ده جاس، متوسطة يبقى ده ليكويد، ولو قريبة جدا جدا من بعض يبقى ده سوليد. 5. the particles of any matter are in a state of continuous motion. دايما في حركة مستمرة. طبعا صح. الاتراكشن فورس between particles of solid. الاتراكشن فورس في السوليد are not existent. الاتراكشن فورس في السوليد مش موجودة. طبعا غلط، لو هتعملها صح يبقى الجاس. 7. the movement of gas particle is limited. هو الجاز limited غلط طبعا، مين اللي limited؟ السوليد. 8. بيقول لك a substance that form the sun and the stars exist in gas. غلط، مش جاز، هي بلازما. 9. the pure water boils at 0. لا غلط، هي boils at 100 مش 0. 10. the matter change from one state to another by gaining thermal energy. طبعا المفروض تقول لي صح، بس انا هقول لك الاجابه دي غلط، وقول لي gaining and losing. يعني gain and lose، اكتب in and lose. انا عارف انت تقول لي يا صح، اقول لك معلش اعملها غلط واكتب and lose، لان هي gain ولوز thermal energy، بتخسر وتكسب thermal energy، مش gaining بس. سؤال 10 حليناه. سؤال 11. during melting and boiling the temperature is constant. ثابتة. طبعا صح. 12. the temperature decreases by approximately 1 for every 10 meters. طبعا غلط. cooking food takes shorter time in pressure cooker. طبعا صح. each pure substance has a specific boiling point. كل مادة عندها specific point معينة. طبعا صح. water freezes in polar region as a result of gaining thermal energy. طبعا غلط، عشان تبرد محتاج تلوز مش تجين عشان تبرد. اللي بعده. dry ice is nitrogen in solid. طبعا برافو عليك غلط، المفروض كربون دايوكسيد جاز. 17. the rate of evaporation increases when the air current increases. طبعا evaporation هتزيد
لو الاير كارنت زياده صح. 18 increasing humidity percentage led to increase evaporation غلط. الهيوميديتي لازم تقل عشان الايفابوريشن يزيد. 19 an open system only exchange matter غلط. مين اللي بيبدل الاوبن سيستم؟ بيبدل ايه؟ اوبن سيستم بيبدل ماتر اند انرجي، ماتر وانرجي، مفيش اونلي، ماتر اند انرجي. 20 بيقول لك ده ثيرموس اللي هو الترمس represent closed طبعا غلط، isolated. 21 the temperature of a substance is measured للkinetic energy طبعا صح. an increase in average kinetic energy increase in kinetic energy led to يؤدي إلى elevation in temperature ارتفاع في الحرارة طبعا صح. اللي يتحرك أكتر حرارته تعلى. 23 the average kinetic energy of hot water is equal للkinetic energy of cold water. أكيد طبعا غلط، الهوت ووتر أسرع بكتير جدا عشان هي سخنة، الأسخن بيتحرك أسرع. اللي بعده the average kinetic energy is equal للkinetic energy of one particle assuming يعني بالافتراض that the kinetic energies are equal. طبعا kinetic energy لو كلهم equal يبقى الافرج يبقى بتاع واحد بس. السؤال ده سؤال مهم على فكرة. يعني طول ما هم equal، طول ما الكينيتيك انرجيز كلها equal يبقى الافرج بتاعك هو افرج الوان بارتيكل الواحد بس. يعني لو كلهم ب 100، كلهم ب 100 مثلا، يعني يبقى الواحد بكام؟ ب 100. يبقى الافرج بتاعهم كام؟ 100. عشان كلهم ايكوال يبقى الافرج بتاعهم ايكوال 1 صح. 25 heat transfer from or to object is indicated بنستدل بتشينجينج in temperature طبعا صح، لان الحراره بتنتقل من او الى عن طريق تغير درجات الحراره. تعرف لو برد يبقى انا خسرت حراره، لو سخن يبقى انا كسبت حراره. اللي بعده the amount of a change in temperature increases as mass increases when it gain an amount of heat طبعا صح. يعني بيقول لك ان الاماونت اوف تشينج كميه تغير الحراره، الاماونت اوف تشينج كميه تغير الحراره هتزيد لو الماس زاد. طبعا الاجابه هتبقى صح. 27 the specific heat of single substance vary مختلفه على حسب الفيزيكال ستيت طبعا صح، لان الايس اقل من الووتر، مع ان الاثنين واحد، الاثنين ميه، ولكن الفيزيكال ستيت متغيره. طالما الفيزيكال ستيت متغيره يبقى دايما الميه هي الاكبر. طالما الفيزيكال ستيت متغيره يبقى الميه هي الاكبر. اللي بعده تاني عشان ما تسقطش مني، لو الفيزيكال ستيت اتغيرت السبيسيفيك هي تتغير، ما تسقطش مني. طب يلا خش في اللي بعده. كوريكت. The flow of liquids differ according to their density طبعا غلط، قلناها من شويه، viscosity على حسب اللزوجه. 2 during fluidity the volume of knot doesn't change while volume of mean change. طبعا اثناء المرور او العبور بتاع الفلويديتي يبقى الفوليوم بتاع الليكويد دونت تشينج، الليكويد مش هيتغير. اما مين اللي تشينج؟ الجاس. ومحدش يجيب سيره السوليد لان السوليد ما بيعملش فلويديتي اصلا. 3 نقط don't have definite shape or volume طبعا ده الجاس ما عندوش ولا شكل ثابت ولا حجم ثابت. 4 مين عنده الابيليتي تو فلو but not compressed؟ يبقى الليكويد ما بيضغطش، لا يضغط. 5 the speed of diffusion in solids is equal للسبيد of diffusion in gas. طبعا السبيد of diffusion سرعة انتشار السوليدز very less than او very smaller، يبقى is equal لا smaller than طبعا، قليلة جدا، مش equal لا. 6
the interparticle spaces between liquids are not to the interparticle spaces of gas. طبعا السبيسز في الليكويد less than gas، اقل من الجاس، جاس اكبر سبيسز. 7 particles suspended in نقط move randomly اللي اسمها براونيان موشن. طبعا البارتكلز suspended in fluids، وسسبندد معناها متعلقه ما تنساش. سؤال 8 cans of soft drinks represent isolated. لا، الكنز العلب الصفيح اللي هي الكنزايه يعني بلغتنا بتمثل closed system. 9 نقط is the measure of kinetic energy the temperature. 10 decrease in the average speed of particles led to stability in temperature. طبعا غلط، طالما decrease في السبيد يعني سرعتهم بتقل يبقى led to decrease in temperature، الحراره بتاعتهم برضو بتقل ان هم بطلوا يتحركوا. قلنا اللي بيتحرك اكتر سرعته اسرع وحرارته اعلى، يبقى ده بيتحرك ببطء، الديكريز في السبيد يبقى سرعته ضعيفه جدا، يبقى حرارته ديكريز بتقل، بيبرد يعني. مين هو الاكسترنت كولينج ليكويد؟ هو الووتر. 12 ذا سبيسيفيك هيت اوف ايس. ايه علاقتها بالليكويد؟ لسه قايلينها من شويه، الايس ليس ذان الووتر، اقل من الميه، الميه هي اعلى سبيسيفيك هيت. 13 the radiators، الرادياتير بتاع العربيه used to protect the car engine، بيحمي موتور العربيه من الدمج. دلوقتي يا سنه تانية وقت الجيف ريزونز بتاعتك لازما تقعد تحفظهم. جيف ريزونز مهمه، يقول لك ليه السوليد عنده فيكسد شيب وفوليوم؟ طب ليه الجاس عنده نو فيكسد شيب ونو فيكسد فوليوم؟ ليه الليكويد فلوبل؟ ليه الجاس كومبريسبل؟ ليه البارتكلز اوف ماتر سبريد فاستر ان جاس ذان ليكويد؟ طب ليه البلازما بتستخدمها في الاير كونديشنرز التكييفات؟ وليه difficult to break a piece of rock، صعب جدا انك تكسر حته صخره؟ بقيت تجيب ريزونز بتاعتك اسئله مهمه للامانه، المفروض حضرتك تحفظهم، هم مش كتير يعني، هم كلهم على بعض 21 سؤال جيف ريزون. ثم اسئله الوقت هابن برضو اسئله مهمه جدا 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 اهي، كده كده هسيب لك البي دي اف عشان تطبعه وتحفظهم. ثم الديفاينز بتاعتك التعريفات، خليك عارف ان هيجي لك تعريفات في الامتحان، تعريفاتك انا مجمعها لك 18 تعريف من الماتر لحد موضوع الكلوزد سيستم. ثم شويه مقارنات، واهم المقارنات طبعا مش اي شويه، ده السوليد والليكويد والجاز، مقارنه امتحان عشان تكون عارف. المقارنه دي مقارنه امتحان عشان تكون عارف، مهمه جدا هامه important. المقارنه دي يا سنه تانية بتقارن ما بين الشيب والفلويديتي والكمبريسابيليتي وتشينج الفوليوم والديفيوجن، حاجه مهمه. وتحت سوليد ليكويد جاز برضو بيكلمك عن البارتيكل موشن والسبيسز والاتراكشن فورسز. طبعا قلنا في الليكويد اقدر اكتب بدل ريلاتيفلي لارج وريلاتيفلي ويك اقدر اكتب انترميديت او ميديم متوسطه. ثم مقارنه ما بين الميلتنج بوينت اوف ايس والبويلنج بوينت والفريزنج والميلتنج والايفابوريشن والكوندنسيشن السبليميشن والديبوزيشن، طبعا دي مقارنه مهمه. ومقارنه الايفابوريشن والبويلنج مقارنه مهمه جدا 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 جدا. المقارنه دي مقارنه مهمه، افتكرني لو جت في الامتحان، احنا ممكن نقراها مراجعه عشان هي مهمه الصراحه. بيقول لك يعني ايه evaporation؟ تقول لي بروسيس كونزرفيشن او كونفرجن، تحول الماتر من ليكويد لجاز at any temperature، في اي درجه حراره below البويلنج بوينت، لان هي مش بتحتاج تسخين، الايفابوريشن مش محتاج تسخين. it occur in the molecules of surface، بتحصل على السطح، وطبعا بتحصل بجيننج سيرمال انرجي، لازم تسخين، لازم هيت سورس او يكسب حراره من البيئه، سوري مش لازم تسخين، انا اسف، مش لازم تسخين في الايفابوريشن، لسه قايل انا اتلخبطت، مش لازم اسخن، مش لازم اسخن في الايفابوريشن، مش لازم اسخن في الايفابوريشن، ولكن لازم اسخن في البويلنج. الايفابوريشن مش محتاج مصدر تسخين. تاني، الايفابوريشن بحول الماده من ليكويد لجاز
عند اني تمبريتشر اقل من البويلنج بوينت لاني مش بسخن، هو بيكسب حراره يا من البيئه يا اما من مصدر حراره عادي جدا، وبيحصل على السيرفس على السطح. طبعا قلنا بياخد وقت طويل جدا لانه مش بيكتسب حراره من مصدر مباشر، بياخد حراره من الجو، ما عندوش هيت سورس، ما عندوش مصدر مباشر، وبالتالي ما بيوصلش للبويلنج بوينت، وبالتالي بيتبخر بصعوبه، بياخد ايام. لو سبت ازازه مفتوحه بالبلدي هيحصل لها ايفابوريشن ولا بويلنج؟ هيحصل لها ايفابوريشن، بعد اسبوعين ثلاثه تبدا تنشف ازازه الميه. ما تسرحش عشان سرحت من شويه، ركز بقى الايفابوريشن، تعالى نعيدها تاني. ما تقوليش اندرو لخبطني، انا ممكن امنتج عادي، بس عشان ما تقوليش برضه اندرو لخبطني، هي بالحب يا ابويا. الايفابوريشن ما محتاجش تسخين، البويلنج محتاج تسخين. الايفابوريشن بيحصل عند اي حراره تحت ال100، البويلنج بيحصل عند 100. الايفابوريشن بيحصل على السطح على السيرفس، اما البويلنج بيحصل في كل الموليكيولز تحت وفوق وكله. الايفابوريشن بياخد مده كبيره جدا، البويلنج ما بياخدش مده كبيره جدا ولا حاجه لانه بيحصل بالتسخين. البويلنج فيه اير بابلز، اما الايفابوريشن هاز نو اير بابلز، ما عندوش اير بابلز لانه ما بيغليش. المقارنه دي مهمه. اللي بعده، بعد كده بيقول لك مقارنه بين الاوبند والكلوزد والايزوليتد، خلاص احنا قررناها وزهقنا منها اصلا. ثم مقارنه بين البوتنشال انرجي والكايناتيك انرجي في السوليد والليكويد والجاس. طبعا في الجاس عنده اعلى كايناتيك انرجي واقل بوتنشال بزيرو، وفي السوليد عنده البوتنشال ماكسيمم والكايناتيك هي السمول، اما في الليكويد متوسطه متوسطه. الاسئله المقاليه بتاعتك 8 اسئله عبط خالص سهلين يعني، بس اعرفهم برضو. يقول لك وات ار فاكتورز ذات ديترماين ذا ستيت اوف ماتر، مين اللي بيحدد لي حاله الماده؟ الاتراكشن فورس طبعا، والسبيسز طبعا، والسبيد طبعا. اللي بعده رقم 12، from what are the factors determine the speed of diffusion، مين بيحدد سرعه الديفيوجن؟ التمبريتشر بتاعت الميديم، والستيت بتاعت الميديم، والماس بتاعته. 3، بيقول لك تقدر تمسك الهواء؟ طب ليه ما اقدرش امسك الهواء؟ نو you can't hold the air because it is gas، والسبيسز بتاعته كبيره جدا large spaces، والفورسز بتاعته ويك ضعيفه جدا. يقول لك رقم 4، ليه الووتر سبيل اوت لما انت تلت يعني تميل الكوب؟ طبعا يا باشا هتقول لي because، شيل كلمه ايه كانت دي غلط، because liquids have indefinite shape and take the shape of container. 5، why doesn't sugar cube take the shape of cup، ليه السكر ما بياخدش شكل الكوبايه؟ تقول لي طبعا عنده عشان السكر سوليد، والسوليدز عندها ديفينيت شيب وديفينيت فوليوم، شكل ثابت وحجم ثابت. وات ار فاكتورز امباكت بتاثر على الميلتنج والبويلنج؟ طبعا ده سؤال برضو مهم. اللي بيأثر هو البريشر والبيوريتي، حليناه من شويه. السؤال اللي بعده الفاكتورز اللي بتأثر على الايفابوريشن، التبخير، التمبريتشر، والاريا، والاير كارنت، والهيوميديتي. ما تنساش برضو ان انت تزود الثلاثه دول. لو زودت التمبريتشر والاير كارنت والاريا الايفابوريشن يزيد، اما لازم تقلل الهيوميديتي عشان الايفابوريشن يزيد. 8، how can you speed up the drying closes؟ تقول لي ازود الاير كارنت وادكريس هيوميديتي، وطبعا انكريز التمبريتشر ازود الحراره، والاريا انكريز الاريا بتاعت الهدوم، فريشها واسعه كده على المنشر. كده اعتقد خلصنا. اتمنى ان انا اكون افدتك بحاجه النهارده، وراجعنا مراجعه سريعه على 3 دروس مهمين حتى في المنهج. ربنا معاكم السنه تانية، دمتم في سلام الله. راجعنا شهر اكتوبر، لو في اي حاجه مضايقاك اكتب لي على الكومنتس او ابعت لي على الواتساب. وما تنساش دايما برضو ان ساينس بيزي وزميلي عزيزي، والى اللقاء في فيديو قادم، ومع السلامه.